كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن مستقبل تشافي هرنانديز مدرب الفريق وسيرجيو بوسكيتس قائد البلاوغرانا، كما أشار إلى خطة البارسا التعاقدية في الصيف المقبل. وتحدث خوان لابورتا حسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قائلا: أعتقد أنه يتعين علينا تمديد عقد تشافي هرنانديز، فهو يستحق تمديد عقده لفترة طويلة. وقال أيضا: سيرجيو بوسكيتس مهم بالنسبة لنا، تشافي يريده أن يبقى لمدة عام آخر، سنرسل له عرضا حتى عام 2024، لكن على سيرخيو أن يقرر مع عائلته ما سيفعله، فهو لديه عدة عروض. وبسؤاله عن خطة برشلونة الصيفية رد قائلا: علينا أن نتعاقد مع ظهير أيمن وكذلك قلب دفاع واحد، وبالتأكيد مهاجم آخر، ولكن ربما يتعين علينا بيع أحد المهاجمين.